انتوا عارفين يا جماعه الجبنه القديمه المصريه دي مفيده قوي للهبوط اللي بيحصل لما تقعد تعيد في نفس الفيديو 10 مرات على ايام متواصله. كل يوم مشكله شكل. الفيديو عن ايه؟ عن شخصيات حولت مرارها الطافح لقصص نجاح كسرت الدنيا. تعالوا نسمع قصصهم يمكن نتعلم منهم. اول قصه معانا هي قصه روب كيني. روب كيني ده كان طفل اول ما فتح عينه على الدنيا ما لقاش ابوه، ما نعرفش بقى هل اختفى في ظروف غامضه، هل توفى، هل لما طلق امه ومطلق عيالها معاه زي ما بيحصل، يعني ما نعرفش. المهم ان النتيجه واحده، هو اتربى من غير اب. وده واضح قوي ان هو اثر على روب جدا، لان هو فضل فاكر كل حاجه احتاج فيها ابوه وما لقاهوش. كل سؤال كان محتاج يساله لابوه عشان يعرف اجابته وما لقاش ابوه. كبر روب واتجوز وبقى اب، وقرر ان هو يكون اب الملايين. روب عمل قناه اسمها داد هاو دو اي ونقط. كل حلقه بقى بيعلم العيال اللي مش لاقيين ابوهم، اللي ابوهم مش موجود لاي سبب، اللي هو كان نفسه يتعلمه من ابوه. يعني هتشوفوا معايا القناه بتاعته دلوقتي، مره يعلمه من هو يربط ازاي يربطوا الجرافطه، ازاي يركبوا لمبه. يعني السؤال اسم قناته بيتيح له ان هو يكلمهم في كل حاجه ويرد على كل الاسئله اللي كان بيحاول يسالها لابوه وما كانش لاقيه. قناة روب تقريبا عليها اكتر من 4.5 مليون بني ادم بيستفيدوا منه، وملى فراغ الاب لناس كتيره جدا على قد ما يقدر. روب اثبت ان فقد الشيء يعطيه بشده. تاني شخصيه معانا هي شخصيه فريدا كوهلو. انا ما ينفعش ما اجيبش سيرتها. فريدا كان عندها 18 سنه وكانت شخص سليم، ولا كانت بترسم ولا كانت بتعمل اي حاجه ولا كان في دماغها، وعملت حادثه اتوبيس يا ساتر يا رب، اتدشدشت 100 حته، جسمها اتفشفش، ما كانش فيه حته سليمه، الفقرات اتشملت، الحوض اتكسر، السكان اتكسرت واتأثرت، وحالتها كانت لا تسر عدو ولا حبيب. وفضلت نايمه على سريرها متجبسه ومتجبره جسمها كله، ما كانتش بتتحرك بالشهور. ابوها الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، حط لها مرايه فوقها كده فوق السرير وجاب لها الوان. ومن هنا بدات فريدا ترسم نفسها في المرايه اللي هي شايفاها فوقيها، ما كانتش شايفه حاجه غيرها اصلا، وتترجم احاسيسها اللي كانت بتبقى ظاهره على وشها. رسمت كتير واتشهرت، ولما قامت كده وشدت حيلها راحت اتجوزت واحد فنان تاني اسمه دييجو ريفيرا. الفنان ده يعني لما جت تتجوزه وقالت له يا دييجو انا شفت اوقات صعبه كتير في حياتي، هتعوضني عنها؟ قال لها فريدا عيب وقد كان. خدتك يا فريدا يا اختي، كنت قعدتي متدشدشه في سريرك ولا كنت اتجوزتي العجل الاسترادي ده؟ فاكريني بتريق وبهزر صح؟ طب انا هوريكم صوره اللي خانها 100,000 مره ده لحد ما البت سمعت صوت كسره قلبها بودنها. بصوا صورته اللي رايح ياخدها مع الليل اسود ده، خانها مع اختها. انتوا متخيلين الموضوع؟ خانها مع اختها. بس هي فريدا ما سكتتش على فكره، فكرة سكتت ما سكتتش، ده كل ما كان يخونها كانت ترسم، كل ما كان يكسر قلبها كانت ترسم، كل ما كان يبهدلها في عيشتها كانت ترسم، لحد ما لوحاتها غرقت كوكب الارض كله وبقت اشهر فنانه في الوقت ده. لوحاتها بتتباع بالملايين لحد النهارده، وهي تبقى طلعت بحاجه. تالت شخصيه معانا هي شخصيه سيبويه. انتوا عارفين المشترك في كل الشخصيات اللي انا بكلمكم عنهم النهارده ان هم عرفوا يطلعوا همهم في ايه؟ ايه الحاجه اللي هم مميزين فيها؟ ايه الحاجه اللي هم بيحبوها فعلا ويقدروا يعملوها وعندهم ما يسمى بالشغف؟ لو تعرفوا عنه حاجه. سيبويه عارف ان هو بيحب النحو. انتوا عارفين ان سيبويه ده اللي اسمه مرتبط بالنحو، اللي هو بيعتبر الكتاب بتاعه اسمه الكتاب ده مرجع لاي حد عايز يتخصص في النحو. انتوا عارفين هو مش عربي اصلا، مش عربي ولا كان يعرف اي حاجه في العربي، ده هو اتعلم عربي، اتعلم وتخصص فيه وحبه واخلص له في التعليم لدرجه ان هو بقى مرجع للعرب نفسهم. انتوا عارفين هو مات ازاي؟ مات بالمساله الزنبوريه. هقول لكم ايه هي المساله الزنبوريه عشان لو حد جاب سيرتها قدامكم، وده غالبا مش هيحصل، تكونوا برضو عارفين ايه اللي هيحصل، انتوا برضو عندكم فكره. يعني زمان كان بتوع في العراق في الكوفه وفي البصره كان في دايما بينهم كده ماتشات لغه، كانوا بيتنافسوا في اللغه وفي اتقانها بشكل يعني بشكل رهيب، يعني عاملين كده زي الاهلي والزمالك عندنا. زمان الكسائي ساعتها كان هو معلم ابناء الخليفه هارون الرشيد، الخليفه العباسي هارون الرشيد. وساعتها دعوا سيبويه لمناظره باعتباره ان هو يعني امام البصره سيبويه، والكسائي كان امام الكوفه. وهما في المناظره كل شويه يقولوا لسيبويه اخطات، وهو طبعا مش على ارضه. سيبويه ما كانش من العرب، سيبويه كان فارسي.
كل ما يجي يجاوب على جواب يقوم قايل له اخطات، بيقولوا لسيبويه اخطات، فهو حس ان الاسلوب كده غير لائق وقال لهم انتوا ولاد 60 في 70 وكده عيب وكده غلط، وهاتوا لي كبيركم اناظروه الكسائي. فجاله الكسائي عشان يناظره، فلما جاله قال له ايه بقى، تسال انت ولا اسال انا؟ قال له اسال انت. قام ساله بقى في المساله الزنبوريه اللي انا بقول لكم عليها دي، كان بيقول له ماذا نقول؟ بس انا راجعها عشان دي يعني المساله الزنبوريه ما بتتقالش كده ارتجالي. قال له ايه؟ ماذا نقول يا سيبويه؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الدنبور فإذا هو هي، ولا فإذا هو إياها. قام السيبويه قال له فإذا هو هي، لأن هو خبر أن مرفوع، دي قاعدة نحوية معروفة مش محتاجة يعني. أما قايل له لا، العرب بينصبوها وبيرفعوها. قام سيبويه اتعفرت بقى وجاب له أدلة من القرآن وقال له مفيش الكلام ده وهي مرفوعة بس. أما الكسائي قال له بسيطة، إحنا نشاهد الأعراب اللي هم أصلا مرجعنا في العربية. وقام دخل شوية أعراب علشان يشهدوا، وطبعا شهدوا للكسائي إن هو اللي صح. يعني هيشهدوا لمين؟ الكسائي معلم أبناء الخليفة هارون الرشيد، ولا واحد شوية وهيروح؟ أوكي، أنا بقول كده لأن في علماء كتير قالوا إن سيبويه هو اللي كان صح وإن هو ظلم فعلا. ساعتها سيبويه سكت وحس بالظلم. ساعتها لما الأعراب دول شهدوا مع الكسائي، أصلا الكسائي برضو كياد يعني، قال له رأيت يا رجل، اللي هو حتى مش رأيت يا سيدي الأستاذ سيبويه ولا حاجة، لا، قل منه جامد، قل منه جامد. فسيبويه حس بالظلم والقهر واتحرك كده وقام رجع على بيته، وفترة قليلة قوي ومات. الناس هناك قالوا إن هو مات غبنا أو مات من القهر ومن الحزن. بس يمكن الكسائي يكون كسب المناظرة، ولكن سيبويه كسب التاريخ. دلوقتي اللي بيذكر النحو او عايز يتخصص في النحو بيدور على كتاب الكتاب، ما بيدورش على مؤلفات الكسائي رغم تقل الراجل ده برضه. رابع قصة معانا هي قصة الفنان ياسين. مين سمع عنه؟ هو منتشر بقاله فترة على السوشيال ميديا، ولكنه انتشر أكتر بقوة بعد رسوماته عن المتحف المصري اللي عملها في الوقت ده. رسومات رهيبة. انتوا عارفين قصته؟ أنا عايزاكم كده، أنا عايزاكم تسرحوا تشطحوا بخيالكم عن كل المصايب والموبقات اللي ممكن تكون صابت بني آدم من وهو طفل لسه عنده 5 سنين لحد ما بقى شاب، مرورا بالمراهقة، عيشة سودة ومهببة ب60 نيلة. بجد اسرحوا بخيالكم كل حاجة حصلت له من هو عنده 5 سنين. مش عايزه اتكلم انا في الموضوع ده، هو متكلم كتير عنه، هو اتكلم عنه مره واتنين قبل كده على صفحته. انا ماليش دعوه، انا يهمني ان انا اقول لكم ان هو دلوقتي هو معاه اعداديه واتسجن، ولكنه عارف هو متميز في ايه، وبقى يخرج كل الهم اللي جواه فيه، الى جانب مساعدات المختصين نفسيا اكيد يعني، اصل مش معقوله يكون رسمه بس، مستحيل يعني. المهم هو خرج كل شحنات الغضب اللي جواه، شحنات الحزن اللي جواه في الحاجه اللي هو فهم ان هو بيحبها ومتميز فيها، وهي الرسم. رسم حاجات عبقريه. والنهارده ياسين وصل ان الرئاسه بتطلب منه شغله وبتعلقه في القصر الرئاسي، الرئاسه في مصر. ياسين دخل السجن وخرج. احنا حدانا اللي بيدخل السجن ما بيلاقيش شغل، عشان الفيش والتشبيه بيقفلوا له الدنيا. لكن في حاله ياسين قصر الرئاسه بنفسه بقى بيتعامل معاه. هو وصل لفين من فنه، من قوه فنه، الله اكبر. اتمنى له كل التوفيق، وهحط لكم صفحته اهو، تعالوا بصوا كده اتفرجوا معايا. انا ما ينفعش ما اجيبش سيره المؤلفه جي كي رولينج اللي هي مؤلفه هاري بوتر. انا ما ينفعش ما اجيبش سيرتها. انا عارفه ان انتم ممكن تكونوا عارفين قصتها، بس سريعا كده اللي ما يعرفش. الست دي اتجوزت بتاع 13 شهر وحملت وخلفت بنتها جيسيكا، وفجاه الاب ما نعرفش برضو راح فين. الاب برضو ما نعرفش راح فين، سابها لوحدها مفلسه مكتئبه مع بنتها الصغيره في شقه ضيقه، مفيش فلوس، مفيش زوج، مفيش مساعده، مفيش داعي. فكرت في لدرجه ان هي فكرت في الانتحار، بس هي ما استسلمتش، وهي كانت عارفه كويس ان هي بتحب الكتابه، فبقت بتخرج بقى الشخصيات دي، بتخرج كل اللي هي حاسه فيه في الكتابه، فتبلورت في ذهنها شخصيات هاري بوتر وكتابتها. تفتكروا الحياه زهزهت؟ لا، دي قعدت 12 دار نشر رفضوها، لحد في الدار ال13 وافقوا كده، قالوا لها اوكي ممكن نطبع لنا 500 نسخه كده يعني، ها يلا. ومن ساعتها فتحت طاقه القدر. يا جماعه الست دي اول كاتبه يبقى معاها فلوس من الكتابه، مش معاها فلوس بس، دي اول مليارديره من الكتابه. الكتابه شغلانه ما بتاكلش عيش في الغالب يعني، غالبا هتلاقي كتاب يعني معاه صنعه تانية مش معاه فلوس من الكتابه نفسها. دي اول كاتبه يكون تحقق ثروه من الكتابه يعني. السلسله يا جماعه حققت 7 مليار، انا كاتبه الرقم عشان مش عارفه احفظه. السلسله دي حققت 7 مليار 384 مليون دولار. الروايه بتاعتها وزعت 400 مليون نسخه،
واترجمت ل60 لغه، فهي حققت نجاح ما شاء الله يعني، مع انها كانت جايه من تحت القاع بشويه. حاسين ان هي شبه حد تعرفوه؟ يعني ادت لنا امل ولا لا الست دي؟ شوفوا الطب شوفوا 100,000 مليون دكتور، بس لو في حد الحته اللي انا بكلمكم عنها دي عنده في الدكتوره في الطب، محدش يعرف يقف قصاده فيها في تخصصه. يعني عندكم دكتور عبد الجواد ده تخصص في تصليح التواءات العمود الفقري والكلام ده. يعني انا ممكن احط لكم صورته، لو انتوا دخلتوا الصفحه بتاعته هتعرفوا ان ده مش راجل استخسر مجموعه في الثانويه العامه، لا ده مبدع، ده واحد بيحب شغله جدا وبيحب تخصصه، ده بان عليه، ولذلك ربنا كتب له نجاح والتوفيق، ربنا يزيده ويوفقه. بتحس بفخر والله لو دخلت على صفحه دكتور عالمي بيجي له الناس من جميع انحاء العالم، علشان هو متميز جدا في المجال بتاعه، لانه بيحبه ولان هو ده اللي هو متميز فيه. ممكن تقولوا لي بس يا بسمه دي حاجات صعبه قوي للدكتور عمود فقري ومش عارف، واحده بتكتب والتاني بيرسم ومش عارف ايه. طب في بقى شخصيه انا هختم بيها عشان تعرفوا ان كل الموضوع ان انتوا تحددوا بس انتوا شاطرين في ايه. في صفحه لشخصيه مؤثره اسمها بسام، هحط لكم دلوقتي الصفحه بتاعتها. لو انتوا دخلتوا الصفحه انتوا اكيد هتعملوا فولو وانتوا خارجين، لان هي صفحه مميزه جدا. هو مره كان بيقول ان هو كان بيقول لاصحابه وهو صغير ان هو بيقدر يتواصل مع الحيوانات وبيفهمهم وبيفهموه، بس هم اصحابه ما صدقوهوش. فلما عمل الصفحه دي اللي انتوا هتشوفوها، يا جماعه بيتواصل مع الحيوانات بشكل غريب ومريب، تحسوا انه فعلا الحيوانات فاهمينه. وعامل اغنيه بقى اللي هي شن جلالي وشن جلادي، كل ما يغنيها الحيوان او لحشره او لزحلف او لاي حاجه في الدنيا بترقص عليها. الشنج شنج شنج ليلي، الشنج شنج شنج ليلي، الشنج شنج شنج ليلي. برافو يا فلفوله، برافو يا حبيبتي، انا شاطره. جربتها ما اشتغلتش معايا، ولا حتى العيال عندي جربوها ما اشتغلتش معاهم. انا ما اعرفش اشمعنى بيرقصوا معايا. في بعض الفيديوهات بتبقى تركيب، بس لا، في فيديوهات هو قاعد بيعمل حوارات مع الحيوانات اللي عنده، يعني حوارات وهم رد فعلهم كانهم فاهمينه بالظبط. حاجه غريبه جدا والله. اللي بيدخل عنده ما بيعرفش يخرج من غير ما يعمل فولو، فحقق نجاح وهيحقق نجاح اكتر ان شاء الله، بس لان هو عارف هو متميز في ايه. طب بس ما احنا نعرف منين احنا متميزين في ايه؟ انا ما عنديش ميزه، لا ما فيش حد ما عندوش ميزه. في ناس ما تعرفش هي متميزه في ايه، ما فيش حد يجي الدنيا عبيط كده ما يميزوش بحاجه. ربنا ما يميزوش بحاجه، هذا لا يمكن، هذا ظلم، وربنا يعني حاشا لله. اكيد كل واحد فينا عنده حته كده منوره متميز فيها، لو اشتغل عليها وركز عليها ما حدش يعرف يقف قصاده. طب نعرفها ازاي؟ بس ما هو ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وتستنوا الفيديو اللي جاي. سلام.